مرحبا، اليوم رح أعمل سناك رمضاني لوز محمص بالسكر، ورح أحتاج للمكونات التالية. بمقلاية رح أضيف 200 جرام من اللوز اللي بقشره ورح أحمصه بالأول. وهلأ هيك تحمص اللوز مثل ما شايفين، وهون عم بستعمل 100 جرام من السكر، وبضيف عليهم 50 ملي من المي، وبضلني حرك فيهم لحتى تنشف المي وينشف السكر. وهيك بتصيروا بعد ما نشفت المي. شفتوا كيف بصير؟ هلا ما تخافوا انه السكر حوالين المقلاية، هلا كله بدوب. هلا فيكم تستعملوه هيك وهو السكر عليه، بس انا بحبه بلمع. هلا بيرجع بدوب، بتقوي شوي النار هون بهالمرحلة، وبيرجع بدوب السكر على اللوز وبصير بيلمع اللوز. وهون مثل ما شايفين رجع داب السكر كله، صار مثل الكراميل. هلا رح احطهم بصينية. هلا هيك خلص بطفي النار، حافردهم على صينية. فردتهم على صينية عليها ورقة زبدة، بدك تفردوهم بعض عن بعضهم. تركتهم يبردوا. بعد ما بردوا هلا بشيلهم عن بعضهم، فرقهم عن بعضهم. لوز محمص بالسكر صار جاهز يتقدم، ورح نتذوق وحدة منه وتسمعوا قديه بقرمش وكتير طيب. يعني منغير شوي. وهلأ ممكن نضيفه على اللوز القرفة أو الفانيليا على حسب ما بتحبوا. بتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة. بليز لايك شير اند سبسكرايب. باي باي.